اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. يا مساء الفل، يا رب كلكم تكونوا باحسن صحه وافضل حال. وحشتوني من الفيديو اللي فات، يا رب تكونوا باحسن خير ان شاء الله. الحب ده يا جماعه احسن حاجه في الدنيا. والحب مش معناه حب الواحده والواحد، الحب انواع كتير قوي. حب الصديق لصديقه، حب الاخت لاختها، حب الواحده الصاحبه لصاحبتها، حب الزوج لزوجته. الحب أجمل حاجة في الحياة. طول عمري عايشة في بيت الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، كلنا بنحب بعض، إخوات وزوج وزوجة، أم وأب وعيلة. حب العيلة ده أجمل حب في الدنيا. يعني أنا أفتكر أنا وإخواتي عمرنا ما ضربنا بعض. ممكن نكون بقى واحنا صغيرين خالص ممكن نكون عملنا كده، بس من ساعة ما وعينا لنفسنا وبدأت إن أنا أكبر كده وأفهم وابقى في تانية ابتدائي يعني، ولا في اولى، مش كبيرة برضو، عمري في حياتي ما ضربت اخواتي ولا هم ضربوني ولا عملنا حاجات من اللي ممكن دلوقتي عيال ياما بتعملها. يعني دلوقتي لما اشوف ولادي اقول لهم حبوا بعض، عايزاهم يتعلموا زي احنا ما اتعلمنا. كانت دايما ماما وبابا، بابا الله يرحمه كان يقول لنا حبوا بعض، ودوا بعض، خليكم سند لبعض، خليكم اخوات بجد لبعض. كنت دايما بشوف ماما هي واخواتها وستي الله يرحمها، كنت ببقى فرحانة بيهم قوي قوي قوي، وكان نفسي لما اكبر اعمل زي ماما بتعمل. دايما يا بنات البنت بتبقى قدوتها امها، والولد قدوته ابوه، وبرضه البنت قدوتها باباها، بس دايما احنا كبنات بنتأثروا بالام اكتر. كنت دايما اشوف ماما واخواتها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يدي الخالات الصحة يا رب وطولة العمر، ويشفيهم ويعافيهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا. اللهم اجعل الجنة تحت أقدامهم بجد. بجد يستاهلوا كلمة الجنة تحت أقدام الأمهات. خالاتي دول من الناس اللي بجد بجد بحبهم قوي قوي قوي، وحطهم على راسي من فوق. بجد ربنا يشفيهم ويعافيهم ويخليهم لنا، اللهم آمين يا رب العالمين، ويراضيهم ويكبر بخاطرهم زي ما بيكبروا بخاطرنا. كنت دايما أشوف ستي الله يرحمها خالاتي يتجمعوا كلهم عندها، هم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 6 اخوات بنات. ستي الله يرحمها ما خلفتش ولاد، هي معاها 6 اخوات بنات، وكان في 2 الله يرحمهم بس توفوا هم صغيرين. فكانت دايما كلنا نتجمعوا، يعني ماما وخالاتي كلهم بعيالهم بقى، اللي هو احنا وولاد خالاتي كلنا نروح نتجمع عند ستي الله يرحمها. عايزه اقول لكم بيت ستي الله يرحمها ده او بيت جدي عباره عن اوضه بصاله بحمام كده، يعني حاجه صغيره خالص، بس واقسم بالله كنا كلنا بنبقى متجمعين فيه. عايزه اقول لكم لحد النهارده الحمد لله اللهم دامها نعمه يا رب كلنا بنتجمع فيه. بعد ستي ما ماتت، ستي متوفيه دلوقتي بقى لها حوالي 10 سنين، برضو بنروح وبنتجمع وبنقعد وبنبقى مبسوطين. يعني اليوم اللي احنا بنروح فيه بيت ستي الله يرحمها بيبقى من اسعد ذكريات حياتنا احنا وولادنا. يعني احنا كانت الاول امهاتنا بتاخدنا، كانت ماما تاخدني انا واخواتي وخالاتي ياخدوا عيالهم، ونروحوا كلنا نتجمعوا عند ستي ونقعدوا هناك في البيت الصغير ده، تحسي بالدفى وبالحنان وبالامان، تحسي بكل حاجه حلوه، يبقى نفسك تفضلي عايشه فيه على طول ما تطلعيش منه. نبقى قاعدين كلنا ولاد خالات مع بعض، اخوات، يعني احنا ولاد خالات مع بعض كده، اخوات مش ولاد خالة بس، احنا اخوات. زي ما امي واخواتها اخوات بجد، احنا خلونا كمان احنا كولاد خالة اخوات بجد. بنحب بعض قوي، بنود بعض قوي، ربنا يديم يا رب المحبة والود ما بيننا طول العمر. كنا نروح نتجمع هناك ونبقى مبسوطين مع ستي الله يرحمها. ستي توفت بيتها الحمد لله اللهم لك الحمد ما تقفلش. ربنا يديك يا خالتي يا رب الصحه وطولة العمر، كل يوم بتروح هناك وتقعد. عايزه اقول لكم ان هي بتحضر الاكل وبتسيبه هناك على جنب وبتغطيه عشان لو حد من اخواتها راح يلاقي حاجه في بيت امها ياكلها. والله زي ما بقول لكم كده، الحب ده جميل قوي، وبالذات حب العيله. عايزاكم كلكم تخلوا ولادكم تحبوا بعض، عايزاكم تودوا بعض. عايزاكي لما انتي تبقي قاعده مع اخواتك البنات او اخواتك الصبيان وعيال اخوكي ولا عيال اختك عملوا حاجه في بعض، ما تجيش على حد عشان حد، حتى عيالك ما تجيش عليهم، ما تجيش على عيال اخوكي عشان خاطر عيالك، ما تجيش على عيال اختك عشان خاطر عيالك، لا، قولوا لهم انتوا اخوات. لو حد فيهم ضرب التاني خدي الاتنين في حضنك وطبطبي عليهم وقولوا لهم انتوا اخوات. والله العظيم بجد الكلمه دي هتفرق معاهم كتير قوي في الزمن اللي جاي، عالم بالزمن اللي جاي شكله ايه. خدي عيال اخوكي في حضنك، عرفيهم ان عيالك دول اخواتهم. خدي عيال اختك في حضنك، عرفيهم ان عيالهم عيال اختك وعيالك اخوات. حب العيله. يعني انا اول بابا الله يرحمه ما سمعت الخبر ان هو توفى، طبعا انا متجوزه هنا في بلد غير البلد اللي انا منها، انا من رشيد ومتجوزه هنا في اسكندريه، او متجوزه ابن خالتي.
اول ما سمعت ان هو بابا الله يرحمه توفى اتصلت ببنت خالتي على طول. ليه؟ لان هي مش بالنسبه لي، مش بنت خالتي، بالنسبه لي اختي بالظبط. ربنا يا رب يشفي لها بنتها ويعافيها اللهم امين، وتفرح بيها وتبقى يجعلها من احسن البنات اللي في الدنيا كلها، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم دايما حبوا بعض، دايما علمي عيالك ان هي بنت خالتك دي اختك. ليه؟ لان انت في وقت الشده هتلاقيها، تلاقي اخت ليكي. يعني انا بنتي، انا ما خلفتش الاقي بنت واحده، بس عندي عيال اخواتي اخواتها. يعني لما حد بيسالها انت عندك اخوات بنات بتقول لهم اه عندي كذا، حتى عيال اخويا اخواتها، عيال اختي اخواتها، عيال اخويا اخواتها، كلهم اخوات مع بعض. عيالي لما بيقولوا اخواتنا مين بيعدوا عيال اخويا وعيال اختي معاهم، لان دول اخوات، فمفكرين ان هو ايه، اخوكي مين؟ اخويا فلان وفلان وفلان. اختك مين؟ فلانه وفلانه وفلانه. فتبصوا تلاقوا ان هما من دلوقتي من هم صغيرين كده اخوات بجد مترابطين مع بعض. ان شاء الله باذن الله ربنا يجعلهم زينا بالظبط ان شاء الله، واحسن مننا كمان، ويجعلهم لما يكبروا يكونوا اخوات بجد وسند وظهر لبعض. فاحنا اتعلمنا من ستي الله يرحمها، ربت عيالها كده. وماما ربنا يديها الصحة ويعافيها يا رب ويخليها لي ويشفيها اللهم امين، ربتنا كده. خالتي ربت عيالها كده، خالتي ربت عيالها كده. فبالتالي ان احنا طلعنا كلنا عيلة مع بعض بنحب بعض، عيلة كلنا مع بعض شايفين ان احنا كلنا اخوات، شايفين ان احنا في وقت الفرح كلنا بنتجمعوا. عايزة اقول لكم ان احنا متجوزين اهوت وعندنا عيال، لما كلنا بنتجمعوا بنبقى اصغر من عيالنا، بنعمل حاجات زي عيالنا بالظبط، من الفرحة اللي احنا فيها ان احنا كلنا متجمعين مع بعض. في الخير ان شاء الله دايما متجمعين، في الوحش برضو متجمعين ان شاء الله. عمرنا ما هنسيب بعض ولا في فرح ولا في حزن. ربنا يجعلنا سند لبعض، وربنا يرحمك يا ستي ويسامحك، علشان انت بجد ربيتي عيال طلعوا اخوات حلوين لبعض وصالحين لبعض وربونا كده. فانا عايزه اقول لكل ام ربي عيالك صح، عشان بناء على تربيتك دلوقتي بعدين. يعني انا لو ما كانتش ماما ربتني ان انا احب عيال خالتي، وان انا احب اخواتي، وان انا اودهم، وان احنا نبقى كويسين مع بعض، كنت هطلع بني ادمه مش سويه. لان انا بالنسبه لي البني ادم السوي اللي هو يكون بجد كويس مع الناس ومع نفسه، متصالح مع الناس ومع نفسه. انما البني ادم اللي مش سوي اللي هو ما بيحبش الخير لنفسه اصلا وما بيحبوش لغيره، ده بني ادم مستوي. او البني ادم اللي مستوي اللي هو بيحب الخير لنفسه، انا بس والاخرين لا. انا بس يعني ايه، يعني اختي معاها ومبسوطه وعندها، لا انا عايزه ابقى احسن من اختي دي. اختي ديت بالنسبه لي لا. او بالنسبه او الام والاب اللي بيربوا عيالهم على الغيره. اختي ربنا كريمه وفتح عليها وعندها وانا ما عنديش، بصه لاختي بقى افضل طول ما انا قاعده اكل في نفسي. ازاي اختي ربنا فتحها عليه؟ مش ربنا بقى، ده الغبي دوت، البني ادم الغبي اللي هو ما بيعرفش الا نفسه، ده ما بيقولش ربنا ولا بيذكر اسم ربنا. ازاي هي معاها وازاي هي عندها وانا ما عنديش؟ ليه؟ لانه بني ادم بيحقد على غيره وبيحقد على نفسه. يعني بيستكتر كمان. يعني لو شاف ابنه بيذاكر وشاطر، ايه ده انت شاطر، ممكن يجيب الكافيه لابنه، ممكن يموت ابنه بعينه، لانه هو بني ادم غير سوي. انما في بني ادم بقى لو الام والاب ربوا البني ادم، ربونا احنا كعيال، ربنا كويس، هتبص تلاقي لو ربنا فتحها على اختك ربنا يزيدك يا اختي من فضله ويزودك كمان وكمان، وتتمنى لاختها بالزياده علشان ربنا يديها. طول ما احنا بنبص لغيرنا وبنقول ربنا يزيده ويديه، ربنا هيزيدنا احنا كمان ويدينا. طول ما انت بتدعي لغيرك في صلاتك وتقولي ربنا يهديكم يا ولاد اختي، ربنا هيهدي لك عيالك. ما بتدعيش لنفسك بس، افتكري في ادعي لعيالك، ادعي لعيال اختك، ادعي لعيال اخوك، ادعي لاخواتك، ادعي لعيال خالاتك ربنا يرزقهم، ادعي لكل حد بتحبيه ربنا يرزقه ويزيده من فضله. لو رضيتي باللي ربنا هيديهولك ربنا هيزيدك. ربنا يجعلنا دايما يا رب عيله وسند لبعض. وبقول لك يا ستي من الفيديو دوت ربنا يرحمك يا حبيبتي، وحشتينا قوي قوي قوي، بس والله يحسك في بيتك بالدنيا. يعني احنا حاسين واحنا في بيتك بحسك معانا، حاسين بنفسك معانا في كل حاجه يا ستي. والله ربنا يرحمك ويجعل يا رب حبك لينا ومحبتك لينا وحبنا ليكي في ميزان حسناتك يا رب. وعايز لحد دلوقتي بيتك مفتوح وبنروح وبنتجمع كلنا وبنقعد فيه زي ما تكوني موجوده بالظبط. حتى يوم عيد الام، يوم عيد الام احنا كل سنه بنروح وبنتجمع عند ستي الله يرحمها كلنا،
كعيالها وعيال عيالها كمان، كلنا كنا بنروح. حتى وانا بعد ما اتجوزت ما كنتش بروح يعني بروح لماما، بلاقيها هناك في بيت ستي الله يرحمها، وبنروح كلنا وبنقعد هناك احنا وولاد خالاتي وخالاتي، ونبقى كلنا مبسوطين ومتجمعين. لو هناكل لقمه بملح بنبقى مبسوطين، بتبقى عندنا اللقمه بملح دي احسن من الديك الرومي. عايزه اقول لك يا ستي ان احنا بنروح لحد دلوقتي، وبيتك مفتوح يا حبيبتي، وربنا يرحمك يا رب برحمته الواسعه. وعايزه اقول لخالاتي ربنا يديمكم نعمه في حياتي، يا احسن خالات في الدنيا ويا احن خالات في الدنيا. ربنا يخليكم لينا يا رب، ويشفيكم ويعافيكم، يا رب كده يجعل ايامكم الجايه كلها هنا وسعاده، واللي نفسه يزور بيت ربنا يا رب يكتبها له، اللهم امين يا رب العالمين. وعايزه اقول لاولادي ولولاد خالاتي اللي هم ولاد خالاتي بقى عيالهم بقى، يعني اخوات عيالي، عايزه اقول لهم يا رب ان شاء الله كلنا دايما نكون بنحب بعض، وعايزاهم هم كمان كاولاد مع بعض، ولادي ولاد اختي ولاد خالاتي وكده يحبوا بعض زي احنا ما بنحب بعض. ربنا يجعل يا رب العيله دايما في زياده ما فيش فيها نقصان، اللهم امين. ويرحم اللي توفوا منها، ربنا يرحمك يا عم السيد يا رب، ويرحمك يا عم احمد، ويرحمك يا عم ممدوح، ويرحمك يا بابا، ويرحمك يا ستي، ويرحم كل اللي ماتوا، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش تقروا الفاتحه لاموات المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.